جماعة بالمختصر المفيد كده هكلمكم على فكرة 23 مشروع تقدروا تعملوهم من المنزل. تمام، انا بديك الفكرة وحضرتك عليك الباقي، كل دوت من المنزل بس. تمام، اول مشروع حضرتك تقدري تعمليه من المنزل هو فكرة الخياطة. حضرتك تجيبي مكنة خياطة وتشتغلي خياطة في المنزل زي زمان. تمام، تيشيرت مقطوع بتخيطيه، حد بتاع الجيران بتخيطيه، وهكذا. تمام، تاني فكرة حضرتك تقدري تعمليها اللي هي مثلا تصنعي حاجة زي مثلا الفسيخ. الفسيخ حضرتك بتعمليه في البيت مثلا وبتوزعيه على جيرانك او حبايبك، دوت عمل منزلي اهو. ماشي. تالت حاجه مخلل. في ناس بتعمل مخلل منزلي وبيتباع على الحبايب والقرايب، برضو ده مشروع. تمام. رابع حاجه الفطير المشلتت. الفطير المشلتت حضرتك لو حضرتك فعلا يعني عندك نفس حلو زي ما بيقولوا بتصنعي فطير مشلتت محترم جدا، حضرتك تقدري تعملي في البيت وتسوقيه. خامس حاجه حلويات منزليه زي مثلا الجاتو والكنافه والتورت والكلام ده. حضرتك لو عندك خبره في الحاجات دي تقدري تعمليها، وانا شفت ناس وعاشرت ناس شغاله في المشروع دوت، جميل جدا وممتاز جدا جدا. سادس حاجه مشروع الترتر اللي هو الجلاليب وبتبقى متطرزه، يعني تطريز الجلاليب، وبتعملي حاجات يدويه في البيت زي اساور يدويه وحاجات زي كده، شغل جميل جدا وشغال. سابع حاجه تعبئه اللب والسوداني. في ناس بتجيب مثلا شوال لب وبتعبيه في اكياس صغيره، وسوداني وبتعبيه في اكياس صغيره وبتوزعه على المحلات. يعني حضرتك بيبقى معاك حد وبتوزعيه على المحلات. تامن حاجه مكنه طبع التيشيرتات. مكنه طبع التيشيرتات دي يا جماعه مشروع جميل جدا، حضرتك تقدري تخش على جوجل وتشوفي مكنه الطبع وتشتغلي عن طريق البيت. تاسع حاجه شغل الاونلاين. حضرتك تقدري تشوفي اي شغلانه اونلاين من النت وتشتغليها لو حضرتك متعلمه ومتفتحه. عاشر حاجه مكنه الطحينه. في مكنه طحينه حضرتك صغيره، حضرتك تقدري تجيبي مكنه طحينه من الصغيره ديت بتتكلف حوالي 10000 جنيه وتشتغلي فيها وتوزعي على حبايبك وقرايبك، والسرجه المنطقه بتاعتك بتشوفي اي حد وتسوقي له. 11 حاجه تعبئه التوابل. حضرتك بتروح يا فندم الازهر الحسين وبتجيبي مثلا كميات من التوابل وبتعبيها في المنزل وبتوزعيها برضه، او بتخلي اي حد يوزعها. 12 حاجه تأجير الفساتين. حضرتك تقدري ان انت تجيبي فساتين فرح وفساتين مناسبات وتأجريها من المنزل. تمام. 13 حاجه كوافيره من المنزل. حضرتك تقدري تشتغلي كوافيره من المنزل، او تقدري ان انت تروحي اونلاين، او تقدري تروحي للناس لحد بيوتها او تشتغلي كوافيره. تمام. 14 حاجه ضيافة الأطفال. ضيافة الأطفال بمعنى واحدة مثلا موظفة، واحدة حد مثلا رايحة مشوار أي حاجة، حضرتك بتستضيف الطفل بتاعه وبتاخدي على الساعة فلوس. تمام. 15 مشروع نتكلم ال 15 تعليم منزلي. حضرتك تقدري تعلمي حد عن طريق المنزل، حضرتك متعلمة وفاهمة حضرتك بتقدري ان انت تستضيفي اطفال وتعلميهم. تمام، تشتغلي مدرسة. تمام. 16 مشروع هنجيب ال 16 عمل اكل منزلي. في ستات بيوت كتير جدا بتعمل اكل منزلي بتوصله لحد البيت. انا ذات نفسي كنت شغال قبل كده اوبر. تمام، والله العظيم في القطامية واحدة ادتني اكل وصلته في مدينتي، اكل كامل، فراخ بقى ومحشي ومش عارف ايه. كانت في عزومة في مدينتي وهي عملته. تمام. 18 حاجة لا 17 العيش البيتي. في ناس بتعمل عيش بيتي. تمام، وبتوزعه. 18 مخبوزات منزليه. حضرتك بتعملي مخبوزات منزليه زي الفينو زي القريش زي الكحك زي وبتوزعيه برضه على البيوت، او في اي حد بياخده من الجيران او الكلام دوت. تمام. 19 التجاره. حضرتك تقدري تجيبي اي حاجه وتتاجري بيها عن طريق السوشيال ميديا وقرايبك وهكذا. تمام. مشروع ال 21 اللي هو المجمدات المنزليه، اللي هي مجمدات الصيف تبيعها في الشتاء، ومجمدات الشتاء تبيعها في الصيف. تمام. هم ليهم طريقه تخزين محدده كده اهوت وبتشتغل عليها. 22 مشروع ال 22 التوم المنزلي. حضرتك بتجيبي كميات من التوم بتحطيها على الاسطح وتبتدي ان انت تفرميها وتجمديها وبرضه تبيعيها وهكذا. 23 سمساره اونلاين. حضرتك بتشتغلي بتخشي على الجروبات اللي تابعه ليكي وبتشتغلي سمساره مثلا، يعني بتشتغلي سمساره على حسب المنطقه اللي انت فيها، او ممكن تشتغلي على كل المناطق. وانا قبل كده سبق واتكلمت في المشروع دوت، وحضرتك تقدري تخشي على القناه وتشوفي. 23 مشروع اهو انا قلته في 4 دقائق او 5 دقائق.
حضرتك بقى مش عارفه تعملي اي، وخلي بالكم في مشاريع تانية اللي لسه ما جبت سيرتها. حضرتك بقى مش عارفه تعملي اي مشروع من ال 23 دول ومش مقتنعه باي حاجه، يبقى لازم تراجعي تفكيرك بقى وتشوفي واحد ابن حلال تتجوزيه وتريحينا بقى. اصلي بصوا انا عندي يعني ايه، انا عندي يقين بحاجه، اللي الست وقارهن في بيوتهن. الست الحاجه تيجي تحت رجليها. اما بقى في مثلا بقى بتبقى في ظروف طارئه، مثلا ست مثلا جوزها معاق، جوزها مثلا في عنده مشكله، في امر جلل خلى الست تشتغل، ودي ست جدعه وبنت اصول ربنا يكون في عونها. اما الاصل اللي الست تقعد في البيت والحاجه تيجي تحت رجليها، هو ده الاصل. يا رب اكون عرفت افيدكم النهارده باي حاجه، وبتمنى لكم التوفيق. تحياتي للجميع.